ما هو حكم الصوفية في الإسلام؟ الصوفية ما في الإسلام صوفية، هذه مبتدعة. صوفية مبتدعة ليست من الإسلام، فعلى من وقع فيها أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع إلى السنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح من الاستقامة على دين الله والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. هذا هو المنهج السليم. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلا سلامة ولا نجاة إلا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والصوفية ليست من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست من منهج أصحابه، وليست من منهج القرون المفضلة، وإنما هي محدثة في الإسلام، وفيها ضلال كثير، وربما يكون فيها قبورية وشرك بالله عز وجل واعتقاد بالأموات، تكون صوفية وشرك أيضا. نعم. يقول: ما حكم الانتماء لمذهب الصوفية، وهل نكفر الصوفية؟ لا يجوز الانتماء لمذهب المبتدعة من صوفية أو غيرهم. لا يجوز للمسلم أنه يتبع المبتدعة سواء من الصوفية أو من غير الصوفية، وإنما يتبع مذهب أهل السنة، ولا يمكنه ذلك إلا إذا تعلم وعرف مذهب أهل السنة وعرف مذاهب المبتدعة. لا يمكن هذا إلا بالعلم. أما الجاهل فلا يمكنه أن يتجنب المذاهب المبتدعة، لأنه لا يدري، ربما يستحسنها ويظن أنها خير. الجهل آفة. والصوفية ليسوا على حد سواء، منهم من يصل إلى الشرك، منهم من هو مبتدع فقط، ومنهم من هو مشرك وهو الذي يدعو الموتى من دون الله ويستغيث بالقبور ويدعو مشائخه ويعتقد أنهم ينفعون أو يضرون وأنهم يتصرفون في الكون. فالصوفية أصناف، ما هم صنف واحد، بعضهم مبتدعة فقط، وبعضهم مشركون، وبعضهم ملاحدة وهم أهل وحدة الوجود الذين على مذهب الحلاج وابن عربي وابن سبعين والتلمساني. هؤلاء أكثر أهل الأرض، أهل وحدة الوجود. ومنهم المشركون وهم الذين يدعون من دون الله أو مشائخهم وسادتهم ويدعون الأموات ويستغيثون بالقبور. هذا شرك.